من غير صوصات ولا اضافات كتيره هنعمل احلى غدا النهارده. اكله سهله وسريعه ومتاكده هتعجبكم. اول حاجه في الحله على النار حطيت قطعه من الزبده. اول ما تسخن كويس جدا هبدا اضيف عليها الفراخ انا تبلتها بفلفل اسود بس، وقسمت الصدر على 2. هخليها تاخد لون من على الجنبين وبعد كده خلاص هطلعها، انا مش عايزاها تستوي. بعد ما هطلعها وتاخد اللون الحلو ده في نفس الحله هضيف بصلايه متوسطه وهبدا اقلبها. انا عايزاها تدي لون بني شويه مع كل الطعم اللي في الحله بتاعتنا. بعد كده هضيف عليها المشروم وهبدا اقلبهم هما الاتنين لحد ما ياخدوا لون البني الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، مش بني هو ذهبي. وبعد كده هبدا اضيف عليها نص معلقه من الثوم، واكيد هنقلب الثوم لحد ما ريحته تبدا تطلع. وعشان الصوص بتاعنا يتقل هضيف معلقه واحده من الدقيق، وكمان هضيف التوابل ملح وفلفل وبودره المستردة، مش هستخدم غيرها، ودي موجوده في اي سوبر ماركت وكمان عند العطار. هديهم تقليبه مع بعض، وبعد كده هضيف كوبايه ونص من الشوربه او المرقه المتوفر عندكم، وهنرجع الفراخ تكمل سوا. هرجع الفراخ واغطي عليها واسيبها تكمل سوا، هي هتاخد حوالي من 5 ل 10 دقائق حسب تقطيعه الفراخ. وبعد ما تستوي بالصوص يتقل هحط عليها جبنه موتزاريلا على كل قطعه من على الوش، وهغطي عليها واسيبها 5 دقائق، وبعد كده هقفل النار. وكده وصفتنا جاهزه، قدمتها مع رز وسوتيه. جربوها ومتاكده هتعجبكم.